السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. عندك شهادة تعليم متوسط هذه السنة، من فضلك اقعد واسمعني. اقعد واسمعني، حنتكلم معك بلغة الأرقام. إذا لقيت كلامي منطقي اعمل به، لقيته غير منطقي انسى هذا الفيديو. لاحظ معي، 20 ديسمبر عندك عطلة الشتاء فيها 15 يوما. زيد أستاذ هذه باينة. تدخل 5 جانفي، احسب معايا مليح، من 5 جانفي حتى الواحد مارس هذه موعد الاختبارات. يعني عندك جانفي كامل وفيفري كامل، عندك شهران. الفصل الثاني فيه شهرين إلا أسبوع، أصلا دخلنا في جانفي. صحيت؟ تبع معايا مليح. في غالب الدروس شوفوا كما اللغة العربية عندك 3 مقاطع. 3 مقاطع في شهرين. 3 مقاطع في شهرين يعني التنفس ما كانش. 3 مقاطع في شهرين يعني مجموعة من الوضعيات الإدماجية، مجموعة من الدروس، مجموعة من دروس القواعد، أيضا تدخل في إعراب الجمل، دروس مهمة، ممنوع من الصرف، توكيد. يعني الثقل السنة الدراسية راهو كامل هنا. يعني ما تخزر لا هك لا هك، ومن خزرتها هك دروس الفصل الأول. انسى تقرا دروس الفصل الاول والفصل الثاني، انسى الامر هذا. ما عندكش الوقت حتى اذا قدرت تتاقلم مع الدروس الجديده راك هايل في جميع المواد. صحيت؟ اروح الان نشوفوا الفصل الثاني. تبع معايا مليح. كي ندخلوا في فيفري، الاسبوع قبل فيفري حوالي 23 جانفي، كاين مؤسسات تدير هذو اسابيع، كاين مؤسسات تدير الفروض في اسبوع، كاين مؤسسات في اسبوعين، كاين مؤسسات يبقاوكم بالفروض نهار فرض، غدوه من ذاك يجي يقول لك دير، يقول لك ما ديرش غدوه، يعني يجرجرك حتى توصل يقعد لك حتى ل 15 فيفري. كاين اللي يقعدوا حتى قرابه الاختبارات. تخيل معي 3 اسابيع وانت بين مد وجزر مع الفروض، والدروس راهم يتراكموا وانت راك مشتغل، تقدر تخزر لا هك لا هك. صح؟ قل لي الدروس تاع الفصل الاول انت في هذه الفتره راح تبقى شافي عليهم؟ نتحداك انك تبقى شافي عليهم اذا ما كنتش مركز عليهم مليح، وما كنتش ضابطهم مليح، وما كنتش فاهمهم مليح. يجوك الاختبارات هنا يكون فيهم دروس الفصل الاول ودروس الفصل الثاني. انا دروس الفصل الثاني مازال ما حكمتهمش مليح، ودروس الفصل الاول طالع عليهم والامد نسيتهم. واش تولي تتمنى دقيقة ولا نهار زيادة، واش دير؟ تقرأ فيه دروس الفصل الأول اللي راح يدخلوه أيضا. دقيقة ندير لك هنا ستوب، نقول لك واش رأيك نعطيك 15 يوم هدية من عندي؟ تقول يا نعمة، هيا نعطيك 15 يوم. هذه ال 15 يوم تاع العطلة انت حاول تضبط بها ما سبق، تكون ايجابي. يعني ذاك الحمل وذاك الثقل تاع الفصل الاول، شغل تاعك في تمشي في سوق، نمثلها لك، شغل تاعك تمشي في سوق وراك تشري وترفد من الحانوت للحانوت، راك ترفد، ثقالوا عليك. يشوفك واحد من الحانوت يقول لك وليدي ارواح خليهم عندي، روح قضي وارواح. انت راك ضامنهم من الان، تستراح كيف انت. ارواح وليدي، هاك 15 يوم. انت اللي راك ناقص في دروس الفصل الاول، انت اللي راك عندك دروس ماكش حافظهم، انت اللي المعدل تاعك نقص في الفصل الاول، انت اللي مازال عندك مجموعه من الدروس ما ضبطتهمش. هاك 15 يوم اضبط فيها امورك باش كي تدخل للفصل الثاني تدخل مرتاح البال. واش تقعد مره على مره، غير غدير التكرار فقط لما سبق فقط. تدخل الفصل الثاني ما عندكش عقده تاع الدروس السابقه، وراك تقرا اي درس جديد تحفظ وتفهم، اي درس جديد تحفظ وتفهم وتطبق. واش تولي ما شاء الله ما يجوا يوصلوا الاختبارات حتى تكون انت واجد، يعني امورك كافيه ووافيه. كيف هنا مور مارس واش راح يدير هنايا؟ هذا يسموه رمضان. يعني من مارس افريل، مارس كامل حتى تدخل افريل. هانا كنا في رمضان، ومن بعد افريل ينتهي ندخل فيه، ما عندك شهر قرايه.
شهر كيف كيف. هنا اذا كان 3 شهور من بعد ولا التسارع في شهرين، هنا يولي التسارع في شهر. شهر فيه فروضك وفيه مجموعه كم كبير من الدروس مع لي بوليكوب الى غير ذلك. لذلك يا وليدي اذا راحت لك من الاخر بلهجه واضحه وبينه، اذا راحت لك 15 يوم هذه تقعد بالناقص حتى نهايه السنه. هكذا تقعد بالناقص حتى نهايه السنه. اذا استغلها. بالنسبه للغه العربيه حنهنيك. اللغه العربيه ابو شاكر راح يهنيك. تبع واش حيصرى منا للجمعه، واش راح نعطيك منا اليوم الجمعه باذن الله او الاحد راح نعطي لك. هكذا بالنسبه للتلاميذ اللي راح يحضروا مثلا الدورات راح نلخص لك الفصل الاول، راح تدي ملخص تاع الفصل الاول وندفعك دفعه للفصل الثاني باذن الله تعالى. تقول لي استاذ كيفاش؟ وعلى بالي بلي كاين ناس تيهضروا يقول لك كيفاش 3 سوايع. اسمعني مليح. ليله الاختبارات كاين تلاميذ ما كان فاهم ترن باش ما تقوليش القسم وكاع. كل واحد في القسم كيفاش. كاع عندنا في القسم تلاميذ ضعاف ناقصين كامل. عندنا تلاميذ كانوا ناقصين. ليله الاختبار درت لهم لايف بث مباشر، درت فيه ساعه واحده. هذا تلميذ كان ماشي فاهم، يعني ما راهو حتى واحد تلميذ، ما راهو حتى واحد في شتى ربوع الوطن. درت لهم بث مباشر تاع ساعه. التلاميذ ركز تاع اللحظه الاخيره. جاء تلميذ، هذاك التلميذ اللي دخل في البث المباشر في ليله الاختبار وكانت عنده رغبه، تلاقت الرغبه تاع الاستاذ مع الرغبه تاع التلميذ، تكون منها انه التلميذ فهم دروس، راح جوز الاختبار ما شاء الله. النتائج دوكا تهدر، ما حبيت ننشر فقط هكذا. ما بالك انه يجيني عنده رغبه ويحضر معي 3 ساعات بطريقتي الخاصه، كل واحد وطريقته. الحمد لله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. التلاميذ اللي راح يجوا للدورات راح نهنيك من دروس الفصل الاول ونعطيك دفعه لدروس الفصل الثاني هكذا باذن الله تعالى. اذا اغتنم الفرصه هذه. الراحه نتاعك ماشي كي ترقد في اللحظه هذه، لا، الراحه تاعك لما تدخل للفصل الثاني وانت دروس الفصل الاول تهنيت منهم ارتحت. تلك هي الراحه الحقيقيه. ولا ينبئك مثل خبير. السلام عليكم.